في مثل هذا اليوم من السنة الماضية طال الصبر طال يا عمري. كانت أولى حروف نجاح الباهر للمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 وبداية تاريخ جديد للكرة المغربية وارتقائها نحو التوهج. للتاريخ. إذا مشاهدينا متابعينا حلقة جديدة مميزة على قناتكم اش دي سبور. رجاء إلى توصل بالفيديو لأول مرة اشترك لأنه دائما توصل بالجديد بعون الله حول المنتخبات المغربية. مشاهدينا متابعينا هذا المقطع غادي يكون مميز وغادي نشوفوا فيه التقواز ديال الإخوان ديالنا المصريين في أحد الاستوديوهات ديالهم على المنتخب المغربي في كاس افريقيا. نعم اخواني، يعني من دابا بدات التقواس، من دابا بدات ديك القضيه ديال نقول لهم نتوما واعرين وحنا نرجعوا اللور. هادشي كامل مشاهدينا غادي نشوفوه، ولكن قبل ذلك عندنا لكم واحد الصوره من الصحافه الجزائريه وواحد الخبر اللي خصكم ضروري تشوفوه مشاهدينا متابعين. اذا مشاهدينا هذه هي الصوره من صحيفه النهار تيفي الجزائريه. نقرأ لكم: نهضة الكرة المغربية بأموال الحشيش والكوكايين. هنايا طبيعة الحال جولة لتحت تكتبوا: ألقاب الوداد البيضاوي وإنجازات منتخب المغرب مشبوهة بأموال الزطلة. نعم إخواني، لا تستغربوا المقطع ديال البارح جبنا لكم الدراجي اللي كيختلفوا في شي حوايج مع بزاف. اليوم عاوتاني هانتوما، يعني ما كيخليولكش الفجوه حتى فاش تنفس. فاش كيكون شي واحد مثلا كيضحكك وما كيسكتش كيبقى كونتيني، راه هما هادو. كل نهار نكتة، كل نهار شي حاجة غريبة، كل نهار شي حاجة عجيبة. كما قلت لكم ألفنا على مثل هذه الخرجات الغبية من الإعلام الجزائري، سواء الصحافة سواء التلفزيون ديالهم. يعني ما شاء الله صافي. وعلى ذكر التلفزيون مشاهدينا متابعينا، هاكم هذا المقطع تا هو اللي تم التداول ديالو بين المغاربة هاد الأيام. غراب جزائري يسقط طائرة إسرائيلية من دون طيار للتجسس في سماء الجزائر. وانا شوف، انا قلت لكم غير الخبر وكل شيء ممكن وانتم احكموا. غالبا مشاهدينا غادي تكون غير تطليعه من الشعب المغربي، ولكن راه كل شيء يعني كيجي معاهم، حيت راه غير مؤخرا قال لك الاقلاق المجاهد وهذه. المهم راه تقبلوا كل شيء منهم. مشاهدينا متابعين، الان غنحلقوا بكم ولا غادي نمشيو معكم نشوفوا الاعلام المصري شنو تيقول على المنتخب المغربي الاول اللي غادي يشارك ان شاء الله في كاس افريقيا اللي غتكون في الكوت ديفوار ابتداء من فبراير المقبل. دون ان نعلق نشوف المقطع ثم لنا بعد ذلك تعليق. براجي منتخب المغرب من اكتر الفرق المرشحه في البطوله. حضرتك بتتكلم دلوقتي في رابع عالم، بتتكلم في جيل قوي جدا بمدرب متمرس. بارك عليكم التقواز. هذه القضيه هذه صراحه بداوها هما بكري. حنا راه مستعدين انا يعني كنوجدوا راسنا باش نبداو حتى حنايا نقوسوا على المنتخبات. يعني نقولوا مصر مثلا راه واعره ونحيدوا العيد علينا حنايا، ولكن هما راه كيبداو بكري. راه يلاه شهر 12 راه مازال السوفل. يلاه الاخر ديال 11 ومازال لكم 12 ومازال لكم واحد، وبديتوا من دابا بزاف اصاحبي بزاف. شويه رخفوا شويه. اذا مشاهدينا ومتابعينا، خمسة وخميس طبيعه الحال نتمنوا كل التوفيق للكتيبه الوطنيه ديال الركراكي في كاس افريقيا. طبيعه الحال يعني عده يعني قدماء ديال اللاعبين تيقولوا بان ما مقبولش من الركراكي شي حاجه من غير كاس افريقيا، ولكن الحديث عن هذا الامر يعني هو مبكر ومبكر جدا. مشاهدينا متابعينا، بهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. رجاء ما تنساش دعم القناه ديالنا باشتراك جيم باش الفيديو ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا لكم على تفاعلكم وعلى يعني وفائكم القناه ديال اش تي سبور. تلاقاو غدا بعون الله فيديو جديد. السلام عليكم. البدايه مشاهدينا غتكون مع السيد فوزي قجا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، الذي لم يرضى ولم يعجبه الفندق المحجوز لبعثه المنتخب المغربي اللي غتشارك في كاس افريقيا المقبله بعون الله هناك في الكوت ديفوار. الفندق طبيعه الحال اللي حجزته الكاف المنتخب المغربي كان رديء المستوى. وفوز قجع يعني حسب المصادر فرئيس الموتسيبو قال له بانه خصو ضروري يبدل داك الفندق. راه هذا رابع عالم يا سيدي، والمنتخب المغربي هو اكبر حاجز واكبر حافز للمسوقين في الكاس الافريقيا. الا ما قلناش بان المنتخب المغربي راه هو اصلا اللي غيجيب المسوقين والمستشهرين
لهذيك كاس افريقيا. دابا مشاهدينا متابعينا غادي نجيو الحفيظ الدراجي اللي على ما يبدو انه مره اخرى دار لنا واحد الكاله ولا ما نعرف شنو دار، المهم شي عجب كحل وخرج لنا بواحد التغريده. بطبيعه الحال باش نضربكم في الصوره، ايرلندا مؤخرا يعني تقريبا ناضه فيها واحد الحرب اهليه. السبب شنو؟ السبب ديال الجزائري. نعم اعزائنا المشاهدين، شنو طاري؟ وانه واحد الجزائري، هادشي كنقول لكم حسب الصحف العالميه وحسب يعني مصادر عالميه، واحد الجزائري قام بطعن و3 اطفال ديالها امام احدى المدارس هناك بايرلندا. والسبب كما جاء يعني في عدة مصادر هو أنه يعني انتصارا لأهلنا في فلسطين. ولكن المهم هادشي اللي جا هادشي كما كنقول لكم جا في مصادر عالمية ديال الصحف عالمية. السي الدراجي خرج لنا بتغريدة غريبة وعجيبة يتهم فيها أن هذاك السيد راه ماشي جزائري، راه هو مغربي. يعني مشاهدينا ما تستغربوش، هادشي راه ما كيطراش لاول مره. نشوفوا التغريده كاملين. عندنا اعمال عنف وشغب في العاصمه الايرلنديه دبلن على خلفيه قيام مهاجر قيل عنه مغاربي. اول شيء انت كرياضي، انت كمعلق رياضي، اش جابك الحادثه بحال هادي؟ ولا غير سمعتي جزائري خاصك تخشي راسك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدينا يعني المهم ما تديوش على طعرجي، راه مره كيهرب ليه الفريخ. اما